قال: ما هي الأشياء المحرمة التي يجب الابتعاد عنها أثناء المعاشرة؟ الأصل هو قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالأصل هو الإباحة، وأن الإنسان يفعل مع أهله ما شاء مما أبيح له، ولكن لا يعاشر في الموضع الذي لا يجوز أن تعاشر فيه الزوجة، وهو الدبر دون القبل. وهكذا لا يعاشر حال الحيض وحال النفاس، فإن هذه معاشرة المرأة محرمة، فلا يجوز أن يأتي القبل بالنسبة لما يتعلق بامرأته وهي حائض وهي نفساء، فهذا من المعاشرة المحرمة. وهكذا أيضا مما يكره له عند المعاشرة أن يترك التسمية، فينبغي أن يسمي، فإنه إن ترك التسمية ربما يتضرر إذا صودف الولد في ذلك الوقت، ربما يمسه الشيطان ويكون للشيطان فيه نصيب، فلا يترك التسمية، فيكره له ترك التسمية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التسمية عند المعاشرة، فتركها مما لا ينبغي للمعاشر لزوجته. والأصل في الأشياء مع الأهل حال المعاشرة الإباحة، ومثل هذه الذي أشرنا إليها ينبغي تركها.